شلونكم متابعين؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. طبعا ان شاء الله رمضان قريب على الابواب. طبعا مثل ما تعرفون، حلويات يعني هواي ناس عوائل يسووا برمضان حلويات، وانا اعرف هواي طرق يعني. طبعا هذا الفيديو شي بسيط اليوم. ان شاء الله راح اقوم انزل بعد يوميا وصفة طريقة حلوة يعني رمضان، وتنفع يعني بالايام العادية ورمضان. عندي هنا طريقة الكاستر بالجلي، طبعا طريقة كلش سهلة. احتاج 4 ملاعق نشا اللي هي الكاستر، و4 ملاعق سكر، و4 ملاعق حليب، أي نوع أنت تختاروا بكيفكم، و3 حبات هيل. عندي هنا 4 أكواب مي، هذا القياس شوفوا، 4 أكواب مي يعني عادي، مي آرو يعني مي حنفية، مو مشكلة يعني، انتوا شوفوا شنو الاستخداماتكم. طبعا أشغل عليه نار هادئة متوسطة يعني. أول ما أخلي أبدي أدير السكر، 4 ملاعق مال أكل، و3 حبات هيل. طبعا نفس الدقيقة يعني أدير الحليب، عندي 4 ملاعق أيضا. مثل ما تشوفون أي نوعية تستعملوها استعملوها، أنا أستعمل مدهش يعني خوش نوعية. و4 ملاعق كاستر، مثل ما تشوفون. طبعا أبدي أخلط بيهن على نار متوسطة لمدة دقيقة دقيقتين لحد ما يثخن عندي القوام. طبعا كل بيت تعرف انه الطريقة مال الكاستر طريقة كل سهلة. هي طبعا قاعدة ثابتة، كل كوب مي خاشوقة مال أكل كاستر، وملعق أو خاشوقة مال أكل السكر، خاشوقة مال أكل الحليب، ملعقة خاشوقة نفس الشي. المهم الفكرة. وأبدي أخلط بيهن لحد ما يدخل عندي الخليط. طبعا دقيقة كلش كافية، لأن كمية قليلة والمي قليلة بسرعة يفور يعني، مو مثل الكمية الكبيرة. مثل ما جاي تشوفون. أبدي أخلط بيهن، ضروري تظلون تخلطون بيهن حتى لي يحترق يتشعب يعني، تعرفون الشمنين يترك ينزل جواب الجدر. هاي بعد ما دقيقة كاملة واحدة بس، هاي بدأ عندي يدخن، راسا أطفي العين. أتمنى يعني الشي كل سهل يعني، شي واضح، الشارح إن شاء الله واضح همين. هاي كلش كافي، أطفي العين، عفوا النار يعني، العين النار. هاي عندي بايركس، هذا مستطيل طبعا مرتب. عندي هنا راح أخلي طبقة مال بسكيت، مثل ما شفت. انتو بعد اختياركم تخلون طبقة، طبقتين، 3 بالنص، فوق، جوا، بعد هذا الشي اختياري. تخلون بسكيت، ما تخلون بعد تكل بكيفه، هذا الشي اختياري. بعد ما كمل انزل الخليط اللي سويناه على النار، مثل ما تشوفون على كيف، لان حار طبعا، استوى حار. واتركه ساعة كاملة برا يعني، لان هسه الجو بارد. تريدون تخلوه بالثلاجة عادي، هو المهم يجمد عندكم يصير قوامه قوي. هاي هنا خليت بسكت طبقة ثانية. طبعا الاختيار انتو بعد البسكت تستعملوه وما تستعمل، بس هو بالبسكت يصير طيب يعني دائما. هذا الحلا يعني، حلا سهل وبسيط، تقدر اي وحدة تسويه بالبيت. طبعا منه هيك يعني، تعرفون رمضان وهاي راح نزل مقادير مال البيت يعني، بالبيت تصوير يعني، مو مقادير مال المحلات. اللي يشوف الفيديوهات يستفاد، اهلا وسهلا، ما يريد هم اهلا وسهلا، كلكم على راسي. طبعا هاي الطريقة مال جلي، كوبين مي اخليه فورا بجدر، واخلي عليه هذا طبعا هذا النوع مال الجلي كل زين وناجح، احسن النوعيات بالسوق. من زمان انا استخدمه وشارح عليه ومسوي فيديو عليه همينه. الطريقة مالته كل سهلة، كوبين مي على النار فورا، طفي الطباخ وظل شوية اخلطهن، ولا ما يفور عندي لمدة دقيقة دقيقتين بعد كل من طباخة. هاي راح خلين هسه اخلطهم كل زين، مثل ما جاي تشوفون. وهخليهن فوق الخليط مالتي، واتركهم بالثلاجة لمدة ساعة لحد ما يكمل عندي الخليط، مثل ما جاي تشوفون. يعني اتمنى كل شيء يعني ان شاء الله بسيطة.
هاي فوقها بالتساوي وتركب الثلاجة لمدة ساعة.